الونش هذا يا جماعة، الونش هذا ما في كتاوت طبعا ولا هو موصل. لا تقولوا والله موتر وخرابة وكل شيء قديم ما في شيء. يا حبيبي قايل لكم يجيب شيء حتى المواتر الجديدة ما عندها. شفت هذه يا جماعة ما ادري وش هي، بس على الشمسية على تندة الموتر بالكامل. أنا صراحة أول مرة من عرفت البر وعرفت المكاشيت والطلعات والقوانين يمر علي موتر مثل هذا. أصور لكم بعض التفاصيل وأنتم احكموا. طبعا هذه العربة معه انكسر معها العكس ونزل يلحم، طلع مكاين لحام. ما يبي التصوير ابو فويس، ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الرحمن. أعطيكم بعض التفاصيل يا جماعة وأنتم وش الأغراض اللي هنا ابو فويس؟ ما شاء الله. وهالرز وبها الزيتون. طبعا العزبة كاملة حاطها قدام. طيب هذه وش الصندوق ذا الأحمر؟ هذه دفاية هيتر تحطها بفراشك، تحطها سرعتها 1000 قوتها 1000 وتشغله بفراش. لا طفى احتمال فراش طفى، تحطه بالخيمه، تحطه بقصر وقت صريم ولا ثلج ولا شيء. ايوه اشغله بدل الدفاية السيارة. ما شاء الله تبارك الرحمن. واللي فوق هذا وش هذا؟ صندوق عادي؟ اي مو بصل وبهالاغراض. طبعا الثلاجه حاطها بالعربه انت هنا. هذه ثلاجه ثانيه غير ذي. هذيك ثلاجه يا جماعه وهذه ثلاجه الظاهر انها 80 لتر وهذه العربه معه. انا صراحه استغرب ما شاء الله تبارك الرحمن. يصل مواسير والله المواتر الجديده هنا ما تصل، الله لا يضره ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء غريب. بعدين ما في شيء عنده جديد نهائيا، كله شيء له 15 سنه 20 سنه. شوفوا الطاقه الشمسيه على تندة الموتر بالكامل. شعار فريق جاد من امام السياره. لا اسهل يا حبيبي. شوفوا يا جماعه اللي الصندوق اللي فوق هذا، شفتوا الخيام اللي يركبونها وشغل مرتب. هذا شغل يعني طبعا هذا شغل. شوفوا بسم الله لا اله الا الله. هذا يا جماعه طبعا بشتاء ناظر شو يستفيد منه، بالصيف ينام فيه، يفك ينزل الاغراض هذه كلها وينام. طبعا على مساعدات مرتب امورها ومنزلها، وفوق هذه كلها طاقه شمسيه بالكامل على تندة الموتر. شفت هذه يا جماعه ما ادري وش هي، بس على شوفوها هي شكلها تراثيه. شوف دقيقه بس له والله انها غريبه. ابو فايز هذه وش هي؟ هذه الدفاية حقت الشاورما، رقمناها شنطتها العدة. دفاية شاورما تطبخ بها تحمر بها الدجاج واللحم. يا سلام. طبعا من هنا شعلتها هيتر. احنا شغلتك بس خلنا مستقدم لحم. يا جماعة يباشر بلاغات صعبة جدا. شوفوا من داخل ما شاء الله تبارك الرحمن. أول مرة بحياتي يمر علي موتر مثل هذا. يا رب شوف الثلاجة، شوف هذا وش كشاف. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله إني فعلا مستغرب ومنبهر. أنا خايف أحط يدي منه ولا منه أنقرص ولا شيء. بعدين لا تقول والله بيروح كهربائي بيروح مدري كراج فلان بيعدل لا ما عنده هالسوالف دي. ينزل عدته يشتغل بموترها بكل شيء، ما يروح الأحد نهائيا. طبعا خبرة الحياة تجبره على يعني يسوي أشياء كثير من الناس ما يستطيعون يسوونها أبد. مر عليه من غرابيل الدنيا لين قال بس يا رب يا اسطوانة الغاز. والله توي ينتبه لها يا الربع. شوف اسطوانة الغاز لا نثبت لها قاعدة عشان ما تحرك لا يمين ولا يسار. هذا وش؟ هذه شاشة. هذا وش يا جماعة؟ والله العظيم أنا ما أقول إلا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. لو كل الناس مثل هالرجال خسرت المحلات. الونش هذا يا جماعة، الونش هذا ما في كتاوت طبعا ولا هو موصل. يشبك السالب والموجب بالبطارية. إن بغى يسحب، إذا بغى يرجع يعكسهن ويرجعهن. لا فيوز ولا الأمور هذه ولا التوصيلات ومشي الأمور. بس ما شاء الله تبارك الرحمن. ويسحب شيء والله تعجز المواتر والغنوش تسحبه. أبو فايز أنت شو تسوي؟ غسل القدر. معي غسل القدر ناظري. هذا وش اللي بيدك؟ فرشة حديد يا جماعة. هذه حقة الصنفرة. الغريب والعجيب تدرون وشو؟ ناظر الكاتم الكهربائي هذا. تشوفون هالكاتم هذا كان بوسط ذا. شوفوا كذا يطبخ هنا ترى. يطبخ طبخ شلون يطبخ؟ إذا كان بالطريق ولا شيء ما يحتاج كاتم كهربائي مشون، خاص كاتم عادي سقطه داخل هذه. وحرارة الكاتم نفسها هذه حرارة الكاتم تطبخ غداك ولا عشاك بالكاتم العادي. فهمتوا يا جماعة؟ دخلت راسكم يا جماعة ولا لا؟ ما شاء الله. من مر عليه دافور مثل هذا. شوفوا يا جماعة
هذا مرهم ترهيم، ما ادري وش الجنط، ما ادري وش، المهم مرهم وبس، وعليه قوة نار وعليه حامي، وداخل العين داخل شوي شيء ما ادري شنو هو قايل. جماعة بيطبخ عشان ابو فيس جاي يسلم، قال تبون لحم ولا دجاج ولا سمك؟ قلت ابو فيس اسالك بالله، قال كلها متوفرات عندي. قال كلها موجودات بالموتر، تبي سمك ولا لحم ولا دجاج؟ اختاروا غداكم وشو. شوفوا السمكة يا الربع، شوف هذا وش الدجاج؟ هذا السمن حطه بعلب عشان ما يضيق بعد يعني لحم سمك دجاج. لا تقولوا والله موتر وخرابه وكل شيء قديم ما في شيء، يا حبيبي قايل لكم يجيب شيء حتى المواتر جديده ما عندها، سمك ودجاج وخبز ما ادري لحم. الثلاجه هنا. ابو راكان ايش رايك بالله؟ ابو راكان بالله والله ولد عجيب. بالله يا ابو راكان، من شفت الموتر شفتها الحوسه تلقى يخيرك بدجاج وسمك ولحم. لا والله انا قلت الولد ما توقعت انه يعني يتكيف لهالدرجه. لا اي والله. لا تكيت صفر. لا لا شوفك احد يحسب عجره ترى اسمك. لا. اي الله هذا اللي غسل به ابو راكان. قال زي كذا. ايه ونظف. تدري ايش اقول؟ انا اقول اشوني ماني بمعده ولا آلة عند هالرجال. عز الله اني باكل هواء. ابو يزيد يلا حيه، الحمد لله على السلامه ولا تعبت. افضل اللي يصلح الغداء. ها ابو يزيد ما شمت ريحه شحم؟ لا الشحم ما وصل الشحم. زين اشوى الحمد لله. احنا عيالي يقولوا يطلع ذا البر يحبز اول يومين شحم ينظف من العجين يديه. يوم نشتغل ورشه هذا كلام قبل 4 سنين.